التي تقدم الدعم لملتقانا لمقر ملتقانا، واطلعوا على بعض الأسماء التي ستكرم في ملتقى عام 2009. نعم. كان من ضمن هذه الأسماء ونقولها بصراحة هو الإعلامي القدير حمدي قنديل. طبعا كان اعتراضهم على سياسة هذا الإعلامي وعلى دعمه طبعا للقضايا القومية العربية وأنت تعلم أن الأستاذ حمدي قنديل غيب برنامجه في عام 2008 قلم و2009 رصاص. قلم رصاص في العديد من المحطات الفضائية. هناك أصبح اغتيال لبرنامجه في عدة محطات فضائية. فنحن كإكراما لهذا الإعلامي القدير ولتميزه طبعا قام ملتقى الإعلامي بتكريمه كأبرز شخصية إعلامية رائدة في الإعلام التلفزيوني العربي، ومنح الجائزة لتغييب برنامجه عن الشاشات العربية. جاءت هذه المنظمة واجتمعت معنا، وكان إحدى الشروط التي وضعت أمامي أن لما هذا الضيف سيسبب لنا المشاكل مقابل تمويلكم وإلى آخره. طبعا نحن أصبحنا هنا يا إما نأخذ 100,000 فرضا أو أنه نتنازل نكسب الأستاذ حمدي قنديل. نعم. فبقلم صغير وضعت بجانب حمدي قنديل ضيف شرف، وتنازلنا طبعا، ونحن نقول بكل فخر طبعا هذا الموضوع ونعتز به. نعتز بهذا الشخص. هذا عمل رائع، أكيد راح يقدرك كل الناس المهنيين. لم يبقى من الوقت سوى دقيقة واحدة. هل لديكم تحركات على يعني داخل الأمم المتحدة أو المنظمات التي تعمل في مجال الإعلام من أجل أن تكون لكم هناك يعني كلمة فيها؟ نعم، بعد حصولنا على الاعتراف إن شاء الله من وزراء الخارجية العرب سيكون هناك مباشرة دور كبير للانطلاق نحو العالمية ونحو الأمم المتحدة، أيضا ليكون لنا دور إعلامي عربي إعلامي عالمي إن شاء الله. ولكن هذا طبعا في مرحلة ثالثة بعد مرحلة الاعتراف الكامل بدبلوماسية ملتقى الإعلاميين أو السفارة الإعلامية الأولى في العالم العربي. الأستاذ هيثم يوسف سفير الإعلاميين الشباب العرب، شكرا على انضمامك في حلقة حوار اليوم. شكرا لكم أنتم أيضا سادة الأفاضل على متابعتكم وإصغائكم. ملتقانا يتجدد معكم في الأسبوع القادم. دمتم في أمان الله.